النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن الذي بينه للصحابة. أين هو 6236 آية قرآنية؟ وين تفسير النبي؟ لأن كتاب البخاري طبعا تفسير النبي هو السنة النبوية، هو أطهر السنن. فأين تفسير النبي؟ لأن كتاب البخاري نقل من هذه السنة فقط 1%، وأحرق 99% من تفسير النبي. فأنا سؤالي لجميع مشايخ السلفية اللي أنت تحكمهم على عقيدتك واللي تخليهم يتحكمون بعقلك، أنا رجال الآن مسلم. أين تفسير النبي وبيان النبي وتأويله؟ هل النبي كان روبوت؟ هل النبي حاشاه كان غبي لا يفهم لا يعي؟ هل الطبري، هل ابن عثيمين، هل صالح الفوزان من ألفوا؟ هل الآلوسي من ألف تفسير النبي؟ هل هو أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والسؤال لك أنت هل قارئ تفاسير؟ أنت هل قارئ تفاسير أو تتكلم بكلام إنشائي فقط؟ صعدت به هنا تطرح عليه دون أن تعرف معناه. بما أنت مطلع على التفاسير وتعرف ما بيها وما تعرف ما بيها. يعني أنا عقلي البسيط جاي يجاوبك. إذا كان عالم يصعد يمكن يجاوبك وما عندك رد له، صح؟ يعني أنت الآن تتكلم بكلام إنشائي يا عزيزي، تجربة طبيعية واضح. يعني لو كان عالم صح؟ يعني هسه احنا بنتكلمنا بالقرآن. أولا أنت سألتني بالقرآن قلت لي لا القرآن ما يحتاج تفسير وهو كلام مبين وكذا، فقلت لك اكو كلمات انت بنفسك جاوبت نفسك قلت نرجع على التفاسير. قلت لك اذا التفاسير منين تجي؟ من العلماء. اذا انت نفسك القرآن اكو كلمات ما قدرت تعرفها، رجعت للتفاسير وايدتني بهذا الشيء انه نرجع للغة العربية واللغة العربية شلون تتفسر، وجاوبتني بهذا الشيء، صح؟ اكو فرق بين اللغة العربية. اسمع استاذ العزيز، اكو فرق بين اللغة العربية ترجع لكلمات اللغة العربية وبين ترجع الى تفاسير العلماء. احنا ما نرجع الى تفاسير العلماء، احنا نريد تفسير النبي، مو العالم هو يفسر كيفه. لان القرآن الله امر النبي لتبيننه للناس، وآية قرآنية ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا تبيان النبي يعتبر سنة نبوية، فأين هو تفسير النبي؟ فهل تعلم يا عزيزي أستاذ ريان أن كل آية قرآنية بل كل كلمة فيها آراء متعددة ومختلفة ومتضاربة عن الصحابة أنفسهم؟ يعني كل واحد فهم مخالف لفهم الآخر. فالتفاسير يا عزيزي فيها أقوال مختلفة، وليس كما تقول أنت لغة عربية فأنت ما تعرف المعنى الذي تقوله. يعني تتفق وياي اكو هو عدة تفاسير، صح؟ تتفق وياي مو مختلفة انت قلتها للقرآن، اكو تفاسير عدة مختلفة، صح؟ مو انت ليش يا عزيزي؟ لان انت ايش كررت لغه عربيه وانت لا تعرف معناها ولا تعرف معنى التفسير. هو القرآن يتفسر لعد بالهولندي غير باللغه العربيه، ورجال دين يفسروا. لو انا وياك نفسره بكيفنا زين، يفسروا شنو بالانجليزي لو بالعربي؟ زين هو اللي يفسره غير دارس لغه عربيه لازم واصول اللغه العربيه، وصح لو لا؟ طبعا نرجع مصدر اللغة العربية لازم، لأن القرآن نزل على عربي، صح؟ تدري ليش أنا تكلمت بهذا الكلام يا أستاذ ريان؟ لأن أنا صرت وياك حقيقة يعني أشكك أنك سني كما تدعي. هسه راح أقول لك أنا صرت أشكك أنك سني كما تدعي، وهذا ترى مجرد احتمال. والله سني بن سني. ليش؟ تدري ليش؟ يعني شنو إذا مو سني قصدك شنو يعني؟ مو ليش قلت لك انت اشكك انك مو يعني سني؟ شنو تشكك لي بيا مذهب النوب قصدك؟ لا شوف، انا ليش قلت لك انا اشكك انك سني؟ ليش؟ شنو السبب؟ قل لي شنو السبب؟ شنو السبب؟ لا مو اريد اعرف تشكك لي بشنو، يعني تشك بيها شنو حتى ما معقول. اعطيك الجواب. لان ما معقوله. انا ليش قلت اشكك بك انك سني؟ طبعا هذا مجرد احتمال. لان ما معقوله كل شيء ما تعرف، وهذا المستوى من التفكير يعتبر تفكير ضحل معتاد من الأخوة الشيعة وليس من السنة.
لا بالعكس والله، ليش؟ يعني رجال سني من الانبار من الرمادي دليمي بحي المعلمين، يم جامع حي المعلمين بعد قريب على فلكة عرفت يا الفرسان. عزيزي؟ ما معقوله. لا والله، لا مو انت، لا مو انت تقول لي بالقران حلو. انا وايد اقارئ قران خاتمه يمكن 7 مرات زين، بس اكو كلمات انا اقراها بس ما اعرف شنو معناها. صح اقراها واعبرها واروح بس ما اعرف معناها زين. فهنا أنا نوبات من تستوقفني فد كلمه، نوبات اطب مثلا تفسيرها او شيء، القى عندها تفاسير. منو ما يفسرها؟ معلم او مدرس او دكتور، اكيد يفسرها عالم دين، رجل دين، صح؟ هنا أنا وين ارجع؟ انا ما اروح على استاذ عمار ابو اللغه العربيه، لا راح اروح على رجل دين هو اللي اول شيء فهم اللغه العربيه وقاريها ودارسها، بعدين دخل بالدين. هسه شو نريد منك؟ نريد منك تشد الاحزمه ونروح لعقيدتك التوحيد. خلينا نروح خوف التوحيد. من العقيده، الله عليك اروح لكم فدوه، الله ما يحفظكم دمت ويحفظ اسمع، كل لا، واحد ما مسلم. دمت انت ما دمت سني تعترف بعد ثبتناك سني. خلينا نروح لعقيدتك التوحيديه ويانا. لا عوفني امان الله، لا والقران احنا ترى ليش؟ لا خليني هيك. ما دامني اني اصلي صلاتي الخمسه واحب ال البيت واتبعهم واتبع الرسول، ما اني كتاب مسلم وغيره وكتاب شيعي والكافي والسني ولا فاتحن. هاي نوبات يطلع قدامي لايف ما ادري شلون هسه طلع لي لايفكم، اي احب اصعد استفسر كم معلومه وانزل. فاحنا ما اللي اقصد اني يعني اقول يعني كعقلي استقبلني امانه الله، يعني اخوك انا الصغير ايش تعتبرني؟ اعتبرني زين. انت تعرف انت بما انك لا العفو تاج عراس، انت تعرف بما سالم انك راسك. قارئ القران 7 مرات، انت تقول قارئ القران 7 مرات، تعرف شنو معنى؟ الله يوفقك. تعرف شنو معنى اينما تولوا فثم وجه الله؟ يمكن على يعني اينما تولوا فثم وجه الله، تعرف شنو معناها؟ يعني اينما تصدون الله موجود، يعني الله موجود محيط بكل شيء، صح؟ تعرف وانت هل تعلم يا استاذ ريان عندك معلوميه ان لربك 6 وجوه معك؟ لا تقول لي لربك، واحد من هاي الوجوه هو تحتك، محيط بكل شيء. ما تقول لي ربك، قول لي فلان يقول هيك، ما يصير انت تقول لي ربك. انا ربي الله واحد لا شريك له. انت مو قلت انا قارئ القران 7 مرات إيه واللغه العربيه إيه. وقلنا لك سؤال تعرف شنو معنى اينما تولوا فثم وجه الله؟ ايه وقلت فهمي، يعرف يعني الله سبحانه وتعالى وين ما تجي. اعرف اللي يدري بي انه وينما تولوا وجه الله فهو يعني الله محيط بكل شيء، وين ما تروح الله وياك. يعني شنو رحم الله والديك، شنو معنى اينما تولوا؟ يعني انت مثلا عندك من تلتفت على اليسرى، على الجهه اليسرى راح تلقى وجه ربك، من تلتفت على اليمين راح تلقى وجه ربك. ما افسر بهذا العقل البسيط انه اباوع القى الله واقف جنبي. لا اسمعني اينما تولوا مثل الهواء هيك اعتبره. ممتاز. الانسان ايش عنده 6 جهات، امام خلف يسار يمين فوق تحت. بالبدايه تعلم ان لربك في كل جهه يوجد وجه حقيقي، وواحد من هاي الوجوه ربك راح تكون تحتك، يعني انك اجلك الله. انت ليش تحطون هاي مقامات الله بمكانات؟ مو جاي نقول اتركوا هاي مو هذا الزامه، هذا الالزام. لا تلزمني بي، انا قلت لك ما اؤمن بي ولا اخذ بي. ليش رجعت لي علي؟ قلت لك ما اؤمن بي وقلت لي نتفق، وقلت لك اوكي نتفق. ليش ترجع لي علي؟ مو الك يعني قوه، مو الك استاذ ريان. لا انت جاي تقول لي ربك، انا جاي اسولف وياك ريان هسه، انا مو حبيبي ريان. نعم. اجلك الله، قاعد اقول اجلك الله. بما ان الانسان الى 6 جهات عبرناها المرحله من بدايه حوارنا، عبرناها ما 6 اوجه مش ما اعترف. مجرد الوجه التحتاني راح يكون لربك، وانت تقعد بالتوالي راح تخري عليه. شوف رجعت على نفس النقطه بالبدايه، هذا مو حوار، هذا ترجع على نفس النقطه. احنا حوارنا ماشي، مو هي نفس القراءه انه نرجع نعيدها، هي مو قراءه وكل سنه نرجع نعيدها. احنا هذا عبرناه الموضوع، المفروض تجدد موضوع جديد، صح؟ ممتاز. اذا انت اتفقت ويانا وبدل الوجه ما راح نقول وجه، فانت تقول الله في كل جهه. ممتاز. الله في كل مكان. الله موجود.
يعني انت بس انا تعبد ما 6 اروح ارباب. امثل الله سبحانه وتعالى بمكانات، لا هذا هنا انا شرك بحق. مو انت هذا هاي شرك، إنسان جاي ثاني. اشرك انا هيك. احنا راح ليش اروح احنا امثل؟ الخاطر عيونك الحلوه. نعم. ريان احنا الخاطر عيونك الحلوه راح نرفع كلمه الوجه ونخلي الله مثل ما قلت انت الله. لا. يعني انت زين انت ليش ما ترفع هذا الحديث كله يعني اللي ينزل من قيمه اللي ينزل من الله؟ ليش ما ترفع هذا الحديث كله؟ انا جاي اقول لك شوف انت قاعد ترفضها. ممتاز. ايه جاي ارفضها ورفضتها من بدايه الحديث، الموجودين يشهدون. ليش ترجع لي؟ اذا انت عندك 6 ارباب، واحدها اسفلك، يعني تتغوط وتخري على ربك الاسفل يا محترم. اخي العزيز انت شنو تقول؟ يعني تغلطني يا اخواني جاي تشوفوني يعني والله ما ادري. انا قلت له لو ما قلت له شنو عبرناها هذا حبيبي ريان. شنو عبرناها؟ انت مو قلت لي تتفق وياي وانت انسان هسه انت ليش قوه تطلعني؟ يعني انت تدوس ببطني على مود تقول شوفوا مو هذا الحكي. دا اقول لك هاي الاحاديث ما اشتغل بيها، ان كان من الفها ان كان من طلعها ان كان. زين سؤال الك اذا كتاب يعني انت ما تعرف ربك. اسمعني استاذ ريان. نعم. حبيب، يعني انت ما تعرف ربك. هذا ربك، يعني ربك انت تخري عليه على الجهه السفليه. ترى هاي عقيده ابن تيميه وابن عثيمين وكل السلفيه بالمناسبه. انا ما قاعد اتهكم ولا قاعد اضحك وعرضتها لك يا عزيزي. هاي عقيده. فانت شلون تعبد رب تخري عليه وبالاخير تقول خلينا نعبرها؟ ايش نعبر مثلا يعني؟ هاي عقيده عزيزي. زين سؤال، انت ليش ترفض هاي العقيده دون ان ترجع لمشايخك؟ هذا خذ سؤال. انت ليش رفضت العقيده تتخري على وجه ربك التحتاني وما قلت لا خل اتاكد وارجع لمشايخي قبل رفضتها؟ فعجيب امرك يا استاذ. من سالناك على مزمارة الشيطان قلت لازم ارجع لمشايخي. شوف ترجع لمشايخك. ومن سالنا لك عقيدتك تقول تخري على وجه ربك التحتاني، ما قلت ارجع لمشايخي، مباشره رفضت. فعجيب امرك يا استاذ. عقيده وتوحيد ترفضها مباشرة دون أن ترجع لمشايخك. معقولة؟ قاعد مستوعبين الأمر يا أستاذ ريان يا الأخوة؟ أنا قلت لك بالتفاسير القرآن نرجع. ليش أنت فرتها علي أنه على ربي؟ ليش فرتها علي يا أخي؟ أنت ليش ما رجعت لمشايخك بهذا الأمر؟ ليش ما لا ليش هسه أنا ليش ما قلت أنا من هذا الأمر قلت لك أدوس عليه؟ ليش؟ اسمع ليش ما قلت أنا لازم أرجع للشيخ مالتي؟ اسمعني استاذ ريان، ليش ما قلت خل ارجع للشيخ اللي في مسجد حي المعلمين بالفلوجه واقول له يصير على وجه رب التحتاني؟ ليش انت تجاوبت مباشره؟ بالرمادي مو بالفلوجه، بالرمادي. واذا تجون تزورونا حياكم الله نحطكم على راسنا. زين طيب حياك واهلا وسهلا. زين انت سؤال سريع، انت تعرف بربك ماكر؟ زين انت ليش متشلب تطلعني انه هذا ربي؟ ليش مو ربك انت تقول هيك علي؟ لان انت جاي تفسره هيك. انت متشلب تفسره هيك ليش؟ تكفر الناس مثلا كلها، يعني انت جاي تكفر غصب. انا اقول لك اعبد الله وحده ولا شريك له، انت جاي تريد تكفر. لا والله العظيم مو انت جاي تقول لي ربك، قلت لك ما اؤمن به. هذا تدري ليش اقول لك هيك؟ قوه نسبه الي. ليش؟ يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اسمعني خليني اقول لك ليش اقول لك هيك. اسمع من عند خيك انا. اسمع مني. يمكرون هذا تفسير مشايخك. شوف شو يقول تفسير مشايخك. يمكرون ويمكر الله والله الله خير الماكرين. من رجعنا الى تفسير مشايخك وعلمائك في العقيده الواسطيه لابن عثيمين ولابن تيميه، تدري شو يقولون؟ يقولون لفظ القرآن، اسمعني، الصفة بالقرآن، الصفة لله بالقرآن ناخذها على المعنى الظاهري. يعني شنو معنى الوجه؟ هذا الوجه ما أن دخل عيونه زرق لو خضر، يعني عضو جارح. شنو معنى الماكر؟ الماكر معناها المخادع المحتال من صفات الشيطان. فيقول علمائك ومشايخك يقولون اللفظ نأخذه على ظاهره بدون تأويل. فأنت من تقرأ الآية القرآنية يقول ابن عثيمين وابن تيمية ويمكرون والله خير الماكرين. واضح؟ زين. فالله خير الماكرين. شنو معنى المكر هنا؟ معناه ناخذه على المعنى الظاهري لللفظ، وهو الشيطنة، هو الخداع، يعني ربك محتال. زين.
هذا مشايخك يقولون هيك، تؤمن بهذا المكير بانه ربك محتال؟ لا ما اؤمن. لا زين، سؤال انت بمكان ما جاي تحكي على بيت جارك، ليش ما تحكي عاداتك ودينك الصحيح وتحكي عن انت الصرخي؟ ليش قاعد بس قال فلان وعمل فلان؟ ليش ما تحكي عن دينك وتوضح للناس انت دينك صحيح؟ حتى انا اجي اتبعك. انا هسه من جيت شفتك بس تحكي على فلان وعلان والسلفيه والشيعة، ليش ما تحكي لي انت شنو حتى اجي اقول والله حلو دينهم ما بي شرك ما بي كذا، حتى اجي اتبعك. هسه انا من جيت ما استفاديت شيء من عندك، تدري ليش؟ ما انطيتني معلومه عن الدين اللي انت متخذه شنو هو، مجرد قضيتها قال السلفي وابن عثيمين وابن مدري شو اسمه، وما اخذت كل معلومه من عندك، كل شيء. ما انا جيت دخلت اللايف افتهم من الصرخيه شنو ممكن اني انتمي لهم، زين خل اشوف شنو عندهم، لقيتك بس قال فلان وعمل فلان. زين انت شنو دينك شنو فاهمه للناس احنا البسيطين، حتى افتهم انت شلون ماشي على دينك كله، وضح لي اياه حتى اني اتبعك، ما اجي اسمعك بس قال فلان وعمل فلان وهذا هيك. انا اشكركم، انا عندي طبعا دوام اكتب خلينا نجاوب. راح انزل اني بس هاي الثانيه انت وضح للناس بمكان ما قال فلان فلان ديني اعبد واحد اثنين. نعم. انت ليش ما قبلت هذا التفسير؟ اسمعني. نعم. انت ليش ما تقبل هذا وهو قول مشايخك؟ يعني التفسير اللي فسرته انا ختمت لك اياه في البدايه، كل قول المشايخ ولا غير مشايخ. ليش ما قبلت استاذي؟ ليش رفضته؟ استاذ هو قول مشايخك. كل قول المشايخي ان كان يعني يطابق القران والعقل والسنه النبويه ناخذ به، ما يطابق ندوس عليه برجلينا. هذا اللي قلت لك به 70 مره، فهمتني؟ ليش تشلب بالشغله؟ ما اريد اي شيء ما يطابق العقل والقران والنبي ادوس عليه، فهمتني؟ راح ترجع وتقول لي ليش ما تقبل؟ ليش ما ادري هم المشايخ قابل انبياء، هم بشر مثلنا، جا فسر التفسير اللي يفيدنا ناخذه، اللي ما يفيدنا ندوس عليه برجلينا. كان الله يحب المحسنين. انت وضح لي دينك، انت اكيد اللي يفيدك تاخذه، ما يفيدك تذبه، صح؟ انت مو قلت لي على سيدنا الامام علي ادوس عليها واتبرأ منها؟ نفسي يعني انا هم اتبرأ باي شيء يضر الدين مالنا نتبرأ منه، نفس ما انت قلت لي. قلت لك بس الموضوع. بس شو انت بساعه تبريت من مشايخك وتركت مشايخك؟ اتبرأ مو من مشايخي، اكبر واحد يفسر تفسير بكيفه وعلى ما يريد هو ويضر بالدين الاسلامي وبالقران وبالسنه النبويه ادوس عليه. وين هو المشايخي؟ واذا مشايخي ما دام يضر اتبرأ من الحديث مالته، واذا عنده شيء صحيح اخذه من عنده، اللي يفيدني اخذه واللي يضرني ذب عرض الحائط، بس كون شيء يعني والم القران والسنه وآل البيت هاي كليتها. بالاخير انت ضيف محترم، انت ضيف محترم يا عزيزي، وكلامنا وياك كله هو انتم محترمين، انتم محترمين وانا اشكركم طبعا. اسمعني يا باخر شيء كلمه حتى نرحب بك، هو دعوه الى الله وادعو الى سبيل ربك، فاحسنت مره اخرى انت شغل عقلك واتفقت ويانا بعدما انت مسكت بالبدايه بمشايخك وكررت لغه وعربيه، وبالاخير الحمد لله اتفقت ويانا. لا والله انا بالعكس قلت لك هن شنو اللي يريدهن منا عندنا رب العالمين؟ الصلاه، الصوم، العباده، آل البيت نتبعهم، صح لو لا؟ احسنت. اكو غير ذني؟ هذا الدين ترى بسيط والله، حج البيت، داء الزكاه، صوم رمضان، هذا الرئيسيات نقول احنا، زين؟ والزياده التصدق والمعروف شنو، هاي بعد كل من اللي يقدر عليه، هذا اللي اعرفه. اللي يجي يطعن بديني وكذا ومعالم فلان وعالم فلان ما اشتغل بي يعني. والله يحفظكم جميعا، واني اسف اذا طلعت عندي كلمه او طولت عليكم، رحمه الله على والديكم. رجال سني هسه وبعد اقول لك اني لا هيك ولا هيك، رجال سني من الرمادي من حي المعلمين ادليمي. حياك الله. الله يسلمك على راسي ابو البث، نشكرك طبعا، احنا ممنونينكم. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا. وطبعا كل شيء يوافق القران والسنه واهل البيت، فاحنا كلامنا هو هذا فعلا، كل شيء يوافق القران والسنه واهل البيت، هو هذا كلامنا.